اهلا بيكم، معاكم عمرو عماد وسلسله جديده من سلسله اسك تو بي. النهارده هنتكلم عن حاجه الناس كلها محتاره فيها، ايه هي افضل سماعه في الفئه السعريه ما بين 1000 لحد 2000 جنيه. النهارده هنرشح لكم اقوى سماعتين او احدث سماعتين موجودين في السوق، سماعه اوبو انكو فري والبودز اير من ريلمي. هنشوف انهي افضل فيهم، هنتكلم عن المزايا وعن العيوب، وهنتكلم عن السعرين بتاعهم، ونشوف لو انت محتار تعرف تختار ايه. خليكم معانا، تابع بقيه الفيديو. طيب احنا الاول هنتكلم زي ما اتفقنا عن الاوبو الانكو فري. هنتكلم ايه المواصفات بتاعتها عشان نقارن ما بينها وما بين الريلمي بودز اير. اول حاجه هنتكلم عن الحجم بتاعها، بتيجي بحجم 13.6 ملم، وبتتميز كمان ان هي بلوتوث 5، يعني بتغطي معاك رينج اوسع من بلوتوث 4. مساحه ما بينك وما بين الموبايل وانت بتستخدمها 15 متر. بالنسبه للشحن بتاعها فهي بتديك 12 ساعه مكالمات و20 ساعه ميوزك، بس لازم تاخد بالك ان هي في حاله الميوزك عشان تقعد معاك 20 ساعه متواصله لازم يكون الميوزك على الفوليوم بتاعها على درجه 50. بتاخد معاك تقريبا في الشحن ساعه او ساعه وربع. طبعا هو كتير شويه، يعني الرقم كبير شويه، بس بالنسبه ان هي استخدامها 12 ساعه مكالمات فانت ما اعتقدش هتعمل اكتر من 12 ساعه مكالمات في اليوم. يعني انت لو هتقارنها بالديفايس، انت الديفايس بتقعد يوم تقريبا علشان تشحنه. بالنسبه للبطاريه نفسها بتاعه السماعه بتيجي ب 31 ملي امبير، اما الكيس بتاعه السماعه فهي بتبقى 410 ملي امبير. الى جانب السماعه جايه ان هي ضد الميه وضد الاتربه، يعني ده كمان العرق لو انت بتستخدمها في وقت او في مكان حر وما فيهوش تكييف، فبالتالي تقدر ان هي تستحمل معاك عادي جدا. الى جانب ان هي بتتميز بخاصيه النويز كانسليشن، وعن تجربه يعني الناس اللي جربت السماعه والفيدباك بتاعت العملاء ان هي فعلا نويز كانسليشن بتعزل الصوت تماما لو انت في دوشه او لو انت راكب مواصلات، فهي بالنسبه لك في الفئه السعريه دي هتبقى افضل سماعه مناسبه ليك. اما لو جينا بقى لسماعه الريلمي بودز اير، الميزه اللي بقى اللي شايفها رهيبه جدا بالنسبه لسعرها ان هي فيها وايرلس تشارجر، دي كانت مفاجاه، وبتقعد معاك 17 ساعه مكالمات. اما بالنسبه للشحن بتاعها فهي بتاخد معاك تقريبا حوالي ساعه او ساعه وربع، فده برضو اعتقد وقت مش قليل. والاستخدام بتاعها ان هي بتقعد 17 ساعه مكالمات، فانت ممكن تقعد معاك اكتر من يومين شغاله. مش بس كده، لو انت بتعمل مكالمات كتير، لو انت هتعمل مكالمه لو افترضنا تعمل ساعتين في اليوم فهي ممكن تقعد معاك فعلا اسبوع. تتميز برضو ان هي بتيجي بلوتوث 5، يعني بتغطي معاك لحد 15 متر لو انت بعيد عن الموبايل. من المواصفات برضو اللي نازله مع العلبه، يعني اللي نازله مع البرودكت والشركه نفسها بتقول عليها ان هي نويز كانسليشن، لكن في الواقع هي مش نويز كانسليشن، يعني هي بتعزل الصوت، لكن مش هنقدر نقول ان فيها الجزء بتاع نويز كانسليشن ده بالشكل ده. هي يعني لو انت بتتكلم في زحمه هيبقى فيه شويه دوشه حواليك، مش هتعزل الصوت تماما. اما بالنسبه للجزء الخاص بالميوزك فهي بتتميز عن اوبو في الحته دي ان هي تقدر مجرد ما بتشغلها بتشغل مود اسمه الجيم مود. الجيم مود ده اول ما بتبقى لابس السماعه كده بيديك صوت اللي هو ايه العربيه ان هي بتدوس بنزين، يعني صوت خلاص انت كده ريدي انك تقدر تخش في المود بتاع الجيم، فبالتالي اداء السماعه بقى مختلف تماما. يعني انت لو معلي الصوت على درجه 80 فهيبقى ممتاز معاك جدا، وهيديك الصوت وهيديك الكفاءه اللي انت عايزها. خلينا الاول نتكلم عن شويه المزايا بقى اللي موجوده في الانكو فري الاوبو اللي بتخليها تميز عن البدائل اللي ليها اللي موجوده التانيه في السوق. اول ميزه فيها ان هي بصراحه بتقدر تتحكم في الصوت بتاعها، سواء انك تعلي او توطي من خلال البودز وهي في ودنك، ودي ميزه مهمه جدا. الى جانب ان انت مجرد بتدوس عليها دبل كليك فانت بتوقف الاغاني، كليك واحده تقدر ترد. الى جانب كمان ان مجرد ما بتشيل السماعه زي الريلمي بالظبط في الجزئيه دي، مجرد ما بتشيل السماعه من ودنك فهي بتوقف الاستخدام، ومجرد ما بتحطها السنسور بتاعها بيبدا يقرا ان هي موجوده او ان هي دلوقتي ريدي ان هي تقدر تستخدمها. ايه برضو الحاجه الثانيه اللي هي شبه ريلمي، لان الاثنين طبعا شركه واحده، فهو نفس الفكره ان هي ملهاش اب، فبالتالي لو انت يوزر مش معاك موبايل اوبو مش هتقدر تشوف هل السماعه بتدي لك بطاريه قد ايه. لكن لو انت بتستخدم اي موبايل تاني فنفس الجوده ونفس الكفاءه، لكن هتبين لك البطاريه من خلال البلوتوث فقط، انت فاضل لك كام في الميه ويفصل شحن 20 او 30 او ايا كان الوضع بتاعها، يعني فهي هتبين لك من خلال البلوتوث مع لان ما فيهاش اب. لكن لو انت معاك موبايل اوبو فبالنسبه لك هيبقى افضل لانك هتنزل الاب بتاعها وتقدر تستخدمها بشكل ممتاز. ايه بقى المشكله الجوهريه او الحاجه اللي الناس كلها اتكلمت عليها في السماعه الاوبو؟ انت لما بتيجي تستخدم السماعه وبتلبسها تمام، لو انت معلي الصوت على الاخر فالصوت بيطلع من السماعه، يعني اللي قاعد جنبك بيبقى سامع الصوت بتاع السماعه، ودي حاجه اعتقد تضايق ناس كتير. يعني بتعزلك فيها نويز كانسليشن، وده اللي بيميزها عن الريلمي مثلا ان هي فيها نويز كانسليشن، لكن هي بيبقى الصوت خارج من السماعه بره.
طيب ايه بقى شويه الحاجات اللي انا شايفها في الاستخدام يعني كنت اتمنى ان تبقى السماعه دي فيها الخاصيه ديت؟ طبعا هي ماجنتيك، تمام، بس مش البودز نفسه اللي ماجنتيك، العلبه نفسها بس هي اللي ماجنتيك في القفل والفتح. التاتش بتاعها مش بيعلي ومش بيوطي الميوزك ولا بيكنسل المكالمه. ايه برضو الحاجه التانية اللي كنت اتمنى ان كانت ريلمي تهتم بيها جدا وتنزلها في البودز بتاعتها، ان هي تنزل اب. هي نازله بدون اب، فبالتالي لو انت يوزر مش معاك موبايل ريلمي فمش هتعرف البطاريه بتاعت السماعه، مش تعرف انت دلوقتي التشارج بتاعها واصل لحد كام، بس هتعرفه من قرايه البلوتوث ان هو يبقى كاتب لك فوق ان البطاريه فاضل فيها 20 او 30%. الميزه بقى الجميله جدا فيها ان هي مجرد بتدوس عليها دبل كليك فده بيوقف الميوزك اللي شغاله، ولو دوسنا 3 كليك عليها على اي سماعه من الاثنين فهي هتسكيب وتخش على التراك اللي بعده لو انت مشغل بلاي ليست. انا شايف ان 3 كليك دي يعني الموضوع يعني محتاج ايه، عميل متمرس تبقى حافظ الحركه بتاعتها، غير كده هتحس ان انت متلخبط. ومجرد ما بتشيل السماعه من ودنك بتوقف الميوزك، ومجرد ما بتحط السماعه تاني في ودنك بيشتغل معاك الميوزك. اكيد بعد ما شفت الفيديو تقدر دلوقتي تحدد بنفسك انت ايه يناسبك اكتر. هل انت جيمر فبالنسبه لك الريلمي هتبقى افضل؟ هل انت محتاج بطاريه اقوى؟ هل انت بيبقى نويز كتير بتبقى في الشارع فمحتاج حاجه تكون نويز كانسليشن اكتر؟ الاختيار هيكون راجع ليك. البودز الاوبو بتيجي بسعر 1499 وده السعر الرسمي من الوكيل بتاعها، اما الريلمي بتيجي بسعر 1250. تقدر من خلال اللينك اللي موجود اسفل الفيديو تخش وتشوف الاثنين وتختار بنفسك السماعه اللي انت عايزها، وما تنساش تنزل الاب بتاعنا عشان يجيلك نوتيفيكيشن لاي حاجه جديده.